أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 82 من دروس فقه السنة النبوية، وما زال أخذ المحور الاقتصاد الإسلامي قواعد وقيم، وسجيني للحلقة في السبعة سي المحور الاقتصاد الإسلامي قواعد وقيم، والموضوع الاستهلاك قواعد وقيم، وقيل الجزء الثاني من موضوع الاستهلاك قواعد وقيم. وكنت سميتها مثلا درسني عدان المسلايد في وجوب الإنفاق معناتها الارزاق قد يفكر ربي ومذان ربي يمريث ناس أنفق، يعني ما شينك ديفك ربي تكتنزه أتحرزض وتفرض وتخدم ضخم تسرفت وذي قيم خاطئ. يفكر ربي أتصل الآيات منها قول الله عز وجل شرحتي على كل حال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن هناك أمر بالإنفاق. بعد نفقرد سين الأمور ند الإنفاق نوعان، إلهم يقارن الإنفاق الخاص إلهم يقارن الإنفاق العام. الإنفاق الخاص مع الإنسان ينفق على نفسه على أهله وأولاده، يعني يقضوا إيمانيس وراويس مولانيس مطوثيس وكذا، فقل الإنفاق الخاص. وطبعا استجابة لأوامر أخرى مدين ربي سبحانه مثلا فرقاز يدوى على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، معنى واجب الإنفاق يكون على كاهل الزوج بالنسبة لزوجته، وعلى كاهل الوالد بالنسبة لأولاده، وهكذا، وعلى الوالدة عند غياب الوالد أو عند عجز الوالد. إلا الإنفاق والسين با الإنفاق يسمى الإنفاق العام. أش معنى الإنفاق العام؟ المعنى يس أمذان الأرزاق يسديفك ربي ثم زواروث هذه يصدق بقدر الإمكان، يعني يتصدق، ولا أنت تصل نصوص ما ذي القرآن ما ذي السنة يغدي مسلاين في القيمة في الأجر الصدقة. طيب، وكذلك الزكاة ونسعان الزكاة معناتها ونسعان شروط الزكاة إلا قال يزكي، وربي سبحانه يدينا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فريضة شرعية مالية اجتماعية. الزكاة يقول ماري يسفغ العشور ماري يسفغ الزكاة يسفغ الحق ربي سبحانه والحقيقي الليل حق المساكين، لكن دين ربي في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في كذا يكون مسلاي فلاس مرة في درسني عدان السقي مثلا أدن مسلاي شوية فين يعنان معالجة السرف والترف، خطر الاستهلاك، يعني والميل لا يستهلك يستخدم الارزاق يزدي في ربي سبحانه، ولكن في حدود وفي ضوابط. من هذه الضوابط يمنع التبذير، ماشي مثلا هذه التبذير كاين الشيي وتسيذي وذلعثافي هذا الصرفه كنفغير يبذر بتبذير ميسني ذا شغر نغاشي ما كاين ذلك ديك السفن تسيذي ولا شويه ثلاثا خاطي أسنيني ربي سبحانه يناد ممنوع التبذير في هذا المسألة في بعض الآيات التبذير ممنوع. وكذلك الذين يسرفون يعني صف السمحتي يسرف في الكماليات، الإسراف في الكماليات دينا معنى الإسراف والطرف. أتصف مثلا باش هذيك سب الطوموبيل ذي الحلال فلاس ماشي هذيك 17 طوموبيلات، يوث الصباح يوث الغزال يوث تمديث يوث القيض يوثي ثمغرا يوثي الخرجة يوثي التحويسة يوث كذا ميسي ضاي غراك يا عجبا ويجيك خيني هكا ويجي قارنص الطرف ويجي قارنص الصرف. نغمي قال سمحتي يستخدم الميم في شغل ندهب يستخدم لي ضفصي ندهب انت شويه حوايج بنادم يحوايج كان في شغل تدي السيوض القدس سيميس دايا كان في شغل نورمال، ماشي تيشغل تندهب تفرشة تندهب ضفصي ندهب لبسه الحرير يعني بيس برقاز الحرام ومثلا وين جوزاسنت وكذا الى اخره. لذلك النقطة بساقي مهمة أدنفقن فقط أمش الشرع يعالج الطانقي ومقارن السرف الطرف ويؤكد على ما يسمى بلغة الاقتصاد ترشيد الاستهلاك. النبي أدفتغ بعض النصوص في معالجة هذه الأمراض
وفي تحقيق ترشيد الاستهلاك. ثم زواروث الشرع لنا غيوصيغ في القناعة مثلها القنيعة وين يسعى القنيعة يتشروا وليس يرووا وليس ما إلا ورساء القنيعة ذي المحال ذي يرووا. كان يسأل الحديث من أراد حجة في القرآن، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة في القرآن يكفيه المدينة، ومن أراد غنى فالقناعة تكفيه. يعني القنيعة تمر كانتي ثيون ما إلا يتشروا ليس ذي القنيعة أما سعديس. ويون شاعر على كل حال الإمام الشافعي ناد إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. يعني وين يتشوروا ليس القنيعة أمن تسا من يكسب الدنيا مرة كيف دائما في إطار ترشيد الاستهلاك. ينغد النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نفاد زيك مغارن كنت مغارين ربنا إنك ما يغلي والقيم بغروم ساكال يغلي القاعة أتزويض ونثني السذونا يعني أثي زوي وأثي السذن وثيج وثي تذكرارا. ولكن هذا الساعة كان يبض القاعة صافيك شمل لي فيروس شمل لي ميكروب إلى آخره. ولكن باش نزر بيتصرف كاع الجذوذ ساعة غزار الحديث قيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه المبارك إذا سقطت لقمة أحدكم خطر النعمة ساعة غزال ونتمس ليال السافقة تذكر اللي غليبوا بالك رحمكم الله أغروم ساخفيست كومبليا كني نكمل صوت قرمة البطاطا ما الطوماطيشة وكل رزق سيدي ربي أتسمنطارن ديك فردان لاني قليلا ولو في نرى أذتشن باش هذيك سن اللاز إلى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى أسكس لذني ماذا غبر ما وليأكلها ولا يدعها للشيطان. تيجي في الحلال الفلاس وتتجرى الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم يعني قال أنس وأمرنا أن نسلط القصعة. الإمام أنس رضي الله عنه يناد وأمرنا يعني يفكاس الأمر النبي صلى الله عليه وسلم باش أماكن قارن يعني نسلط القصعة معناتها يعني سوفوسيس أتيدي الصفضاك سوفوسيس ألما ودي تجارة حتى الحاجة ودي تجارة قصي معناه إكرام الإناء. إذا تفضيونا ساقي ولا بلي مثلا ذي كان شويط نتا غادي يخدم 4 أو 5 يفلوني مقرانا هذه سقسكسوني هذه شويه هذه ديج مي ديجا اذكرن مولانا ما مغريوين اما ذي المناسبات الا يعني اطاس تبذير يقلان هو هربيونا دي السقي كان انا رايج خير ديرنو ما يخص ولا ادي تشراد فصي ادي تشرطق الدوح ثم قرات من بعد ادي تشويط الباقي ادي ذكر. إذا أمرنا أن نسلط القصع وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة أرز رضارة أندث البركة. لذلك ذي قبيلي ثنغ نفاد مشحا أذي مشح أضبصني ثقدوح ثني ودي تسجر ذيك ساشما أيغر أخاطر طبقا الهدية النبي صلى الله عليه وسلم إدينا أرز مالا أندث البركة أهث قعقان سكسوني ينقارو إثلال البركة أو ربي بلاد ما يطبق السنة باش تسيوض الحديث يجي الصحة يسوف يفيد الإمام مسلم. دائما في إطار المعالجة يعني بطنة الصرف والتبذير وكذا إلى آخره. ربي سبحانه ذي القرآن وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يفقنا غيد ربي سبحانه عز وجل وقاذ يعني يسعان ثمديث نسن إسحزانا يناد سباث إثني صوضا ريير ثمديث إن يش أخاطر كانوا مترفين يعني مبذرين كانوا مسرفين وتسكنا القيمة إني عمل سيدي ربي واستطبقنا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربي أنت في سورة الإسراء الآية 16 تجدني هكذا مزور سورة الواقعة سلاية 41 الملاية 45 مجموعة آيات. مثل الآية 16 من سورة الإسراء ربي ناد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يعني مترفين وكذا مركنتين يسعان الأموال الكثيرة ولكن طبقنا هذه النبوة في مجال الاستهلاك ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولكن زرى في تاريخ الحضارات أن من أسباب زوال الحضارات الترف
من أسباب زوال الحضارة الطرفة ما كان يظهر ذي الحضارة الأندلسية للأسف الشديد في تاريخ الإسلام. كذلك أمر الإسراف والتبذير. ربي القرآن الكريم في سورة الإسراء في الآيتين 26-27 يناد ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إشبه ربي ونرى غرن أياقي ما إلا مبذر إلى قد يجي التبذير خاطر ربي ناد ولا تبذر تبذيرا. هناك نهي عن التبذير من بعد ناد المبذرين وقال يستفساد الأرزاق نسن يستخسرنا المال نسن تبذيرا بلا حدود بلا سدود. وقال قينا ذات مثل الشواطن ذات مثل الشواطن طبعا ولا شواري قبل باش هذه اللي ديماس من الشيطان. ونضرب في سورة الفرقان الآية 67 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذي ثيرا ربي خدم غد الميزان ربي فكاك الأرزاق في صفطن يجري فاسنيك اتشغ في إيمانيك أين الزمراض ذي الحدود ستليسا بلا الشحة خاطر لنو قال يتشحون يعني تفضل شد سما في إيمان سن أما في الدريان سن أما في مولان سن. لنوياض وقيد الطرف لنوياض يتفنطط الرفوايض يعني المقابل اللي هو التبذير الشح نغ البخل الشحة ذيريت وثلهارة وكذلك التبذير أوري الهارة ثالم ماس ذي نسات كان يض الصواب نسات إذا بريد السلامة وثكين داما باش نتسيليارا أما كنقارن ذي المثل ثقرنيث تساكيث قرنيث ثالم ماس ثقيم ذي الخالي يكون يواها ربي أنفع ذي ثقرنيث التبذير وانفع ذي ثقرنيث الشح الشحة أكو ذي البخل ونطف ثالم ماس اللي هي أتنعمر ثلماس خاطر تاقي كان أراغي سلكن أما غيثذر النغ فنحقق ترشيد الاستهلاك وباش ربي سبحانه يرضى علينا وغدي فك البركة ذي الأرزاق النغ ذي ثيرا جغون ثالويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام.